النهارده معاكم على الحلقة التانية من الجانك جورنال ثيم هاري بوتر. النهارده هنعرف مع بعض ازاي بنعمل الكتب الداخلية للجانك جورنال وازاي بنخيطها مع بعض. يلا بينا نشوف. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الحلقة التانية وهنعرف مع بعض ازاي بنخيط الكتب الداخلية للجانك جورنال وازاي بنعملها، ازاي الخياطة ما تبقاش باينة من الكفر من بره، ازاي الخياطة تبقى داخلية كده وشكلها شيك ولطيفة. كل ده هنعرفه في فيديو النهاردة. ازاي نرتب الورق وازاي نخيط. يلا بينا نبتدي الفيديو ونشوف مع بعض ازاي هنعمل الكتب الداخلية. وطبعا ما تنسوش تدوسوا على زرار الاشتراك وتفعلوا الجرس عشان ما يفوتكوش اي فيديو جديد انا بنزله. يلا بينا نشوف الفيديو. اول خطوه ببتدي اعملها ان انا بجمع الاوراق اللي انا عايزه اعملها. طبعا انتوا بتعملوا بوليت جورنال عادي هتجيبوا كل الورق ابيض عشان تقدروا تكتبوا فيه. انا هنا علشان ده جانك جورنال فعايزه اوراق مختلفه وباترنز مختلفه اشتغل عليها. جبت ورق ساده خالص، جبت ورق اللي احنا عملناه المره اللي فاتت، جبت ورق اسود، جبت ورق مطبوع وعليه اشكال زي اللي احنا شايفينه ده، اشكال كتير جدا وكلها تخدم الثيم اللي انا بشتغل عليه. وابتديت ارتبهم، عملت 4 مجموعات عشان يعملوا لي 4 كتيبات، وابتديت ارتب الورق هيكون ازاي جوه، يعني ايه الورقه الاولى والثانيه والثالثه وهكذا. دي كده السيتس كلها بعد ما ظبطتها وحطينا جواها كل الورق بنفس الترتيب. انا عملت 4 سيتس زي بعض بالظبط وسبتها طول الليل محطوط فيها كتب تقيله علشان تثبت وتتفرد ويبقى الورق سهل معايا في الخياطه بعد كده. تعالوا بقى نتكلم شوية عن الكفر ده ورق نصبيان او فرخ نصبيان. هو اللي هو زي ما بنقول عليه التغليف الهارد كفر، هو ده. بيبقى ورق تقيل، ممكن انتوا تعملوها بحاجات اخف من كده بس انا حبيت انها تبقى قوية جدا علشان تعيش فترة اطول يعني. بس انا جربت ورق كرتون اخف من كده وكان نافع معايا قبل كده. تعالوا نشوف ده المقاس قد ايه. بصراحة انا قسمت الفرخ، هو بصوا ده كده مقاس الفرخ كامل، ده كده الفرخ بالظبط. اوكي، والفرخ التاني قطعت منه الجزء اللي هو في النص. دي عرضها 5 سنتي اهي، 5 سنتي، وطولها طول الكتاب بتاعي هيبقى 24 ونص اهو، 24 ونص، والعرض من هنا 17 سنتي. المقاسات مش شرط، كل واحد يقدر يستخدم المقاس اللي هو عايزه. تعالوا اوريكم بقى الجايد اللي انا هشتغل عليه في الخياطه. انا عامله الجايد ده ليا، هيبقى كده اهو في النص. انا ممكن اخيط في ده على طول والخياطه تبقى باينه في الظهر من ورا، بس انا مش حابه كده، انا حابه الفينش يبقى بتاع الكتاب من بره نظيف. فهعمل ورقه زي دي بس من ورق مقوى اللي هو ورق تقيل شويه زي الكارد ستوك مثلا. انا هعملها من الورقه دي وهتبقى نفس الشكل هنا 5 سنتي و5 سنتي و5 سنتي، بحيث ان انا لما الزقها بعد ما اخيط تلزق في الجنبين هنا كمان مش بس تحت، تبقى لازقه فيها كلها. وقسمناها كده من نص عند كل سنتي، فعملت لي الأربعة بتوع الفواصل بتاعت الكتاب وعملتها على 3 مرات، 1 2 3 علشان الخياطة هتبقى في ال3 مع بعض. ده كده باختصار الخياطة هتكون ازاي. هنتكلم في الكفر مرة تانية، لكن دلوقتي احنا هنتكلم في الخياطة بتاعة الكفر بتاعنا. تعالوا بقى نقطع الكارد ستوك بتاعتنا زي الورقة دي. اول حاجه بس حابه اقول ان دي اقصر شويه من السباين او الحته اللي هي في النص هنا، يعني طول الكتاب 24 ونص، دي هتبقى 24 بس عشان تبقى اقصر شويه صغيرين. ممكن تقصروا عن كده عادي بس انا حابه الطول يبقى كده. يعني الطول ده هنا 24 سنتي وهنا اهو كده 15 سنتي، 5 و5 و5. وهنبتدي نقص الكارد ستوك دي على نفس المقاسات. بعد كده هبتدي اعمل سكورنج او بتني الورق على ال3 مقاسات اللي احنا قلناهم 5 سنتي و5 سنتي و5 سنتي علشان احدد مكان الخياطة بالظبط. بعد كده هنحسب من فوق هنا 3 سنتي وهنعلم علامة عند ال3 سنتي عشان ما تبقاش الخياطة عندي من فوق خالص، لا انا هخلي الخياطة من النص شوية. هنا كده 3 سنتي ونفس الكلام من الناحية التانية هنا ادي 3 سنتي
ادي 3 سنتي. المسافة اللي في النص دي المفروض تبقى 18 سنتي اهي. فاحنا نيجي عند ال9 اللي هي في النص ونعلم علامة، وادي 9 برضو هنا في النص، عشان الخياطة هتبقى هنا وهنا وهنا، نفس الكلام هنا وهنا وهنا. تعالوا بقى نحدد المكان اللي هيتخيط فيه كل كتاب. عند 1 2 3 4، نفس الكلام هنا من نص، ادي 1 2 3 4، واخر واحدة هنا ادي 1 2 3 4. كده دي العلامات بتاعة الخياطة بتاعتي، ال3 علامات بتوع الخياطة بتوعي، ودول اللي هيتثبتوا بعد كده بعد ما نخلص خالص في السباين اللي في النص. هيبقى الشكل كده اهو. وبعد ما نخيط وكل حاجة تبقى هنا هنلزق دي كده اهو على الاتنين، فتبقى ثابته ورابطه الكتاب كله ببعض. طيب دلوقتي هنيجي للخياطه، هنخيطهم علشان يبقوا زي دول كده. انا اوريدي عملت دول اوف كاميرا، فعايزه اوريكم هنعملهم ازاي. نفس الطريقه اللي هعمل بيها اللي جايه هنعمل بيها نفس الاتنين دول، ماشي. انا هنا خرمت في البدايه الاماكن بتاعه دخول الابره في الجايد الاساسي بتاعي اهو كده. انا حددتها هنا مظبوط، وهاجي هنا اهم حاجه ان انا احددها في الورق ده برضو مظبوط هنا، علشان انا عندي مشكله ان الورق كله طوله مش ثابت، فانا مش هقدر اعمله بالكليبس ده. لكن عندي الكليبسات الطويله دي هخلي الحته الطويله من الورق لجوه علشان تحافظ لي على الورق القصير. نفس الكلام من الناحيه التانية كده. انا ثبت الورق باكبر شكل ممكن ليه في قدام. ممكن تعملوا الورق العلامات بنفس الطريقه من جوه، تمام. هي اهي 24. هنبتدي ان احنا نسيب 3 سنتي ونعرف ان ده من فوق هنا، ونسيب 3 سنتي عند 21 من هنا، وفي النص هنيجي عند 9 ونعرف ان ده المنتصف بتاعنا. نفس الكلام برضو قبل ما ابتدي اخيط اي حاجة هعرف فين الاماكن وابتدي اخرمها كده وافتحها. ومن هنا كمان نفس الحكاية. اهو كده انا علمتهم من جوه، ودول نفس الاماكن اللي علمناها من بره، تمام. بعد كده هبتدي ان انا اخد مقاس الخيط بتاعي. الخيط بيبقى 2.5 قد الخيط اللي في قد مساحة الورقة. الاول هعمل الابرة بتاعتي. انا بستخدم الخيط ده شبه خيط السيرما كده، او هو خيط سيرما. انا بصراحة عندي من زمان قوي فمش فاكرة كنت جايباه منين ولا بكام. ده اللي عملت بيه الكتاب الاولاني وكان ماسك نفسه كويس جدا، هوريه لكم برضو. بصوا ده الكتاب اللي انا عملته قبل كده اهو، كان شايل برضو 4 ورقات، ولكن الخياطة كانت في عظم الكتاب نفسه من فوق القماش اهي. انا بس داريتها بقماش تاني من فوق، فانا عشان كده قررت الكتاب ده اخليها الكتابة الخياطة مخفية. فهنعمل كده، نحدد ورقنا بشكل سليم. اول حاجة خالص بنحدد الورقة، اسفة، الخيط. ادي مرة، ادي 2، ادي ونص تقريبا. ده كده الخيط اللي هنستخدمه انا اهو، علشان اسيب طرف للخيط بالشكل ده كده، واسحب واسيب جزء صغير من هنا كده. ده بفضل ماسكاه في ايدي علشان خاطر ما يتسحبش معايا، تمام. وبعد كده يا اما بتدخلوا من فوق يا اما من تحت، مش فارقه خالص. هندخل من هنا مثلا، انا هعدي الابره الاول وبعد كده هدخل في الورق بتاعي من هنا من تحت كده عند النقطه اللي انا علمتها كده اهو.
كده خلاص انا اتأكدت ان دي مش سهل انها تتسحب تاني، فخلاص انا امنت الورق بتاعي. هرجع تاني ادخل من الفتحة اللي في النص بالشكل ده كده، وبعدين ندخل من فوق بقى وخلاص. انا من هنا باجي اربط بقى فتحة الورق مظبوط، مش مشدود مش اي حاجة، الورق مش متني كده اهو، وبربط كمان ربطة. ميزة الخيط ده ان هو مش سهل ان هو يتقطع يا جماعة، الخيط ده صعب قوي ان هو يتقطع، ف تقيل وهيمسك الورق بتاعتي. انا هعمل كده ونسيب الجزء ده كده اهو، يبقى كده الناحية التالتة اتركبت وده الشكل من ورا، وهنركب الرابعة بنفس الطريقة. بس ده كده خلاص الشكل النهائي للكتاب بتاعنا بعد ما عملنا كل الورق بتاعه. لو حابين تساووا بالمقص حتى الورق ده من فوق سووه، انا شخصيا حابه ان هو يبقى اطواله مختلفه كده، ده يعني الشكل اللي انا عايزاه. الكتاب الاولاني كان ورقه كله قد بعض تقريبا، بصوا، وكان معمول بورق ابيض وورق ملون وتجارب التعتيق وتجارب للتلوين وكل حاجة. فده الشكل اللي انا عجبني في النهاية. انا حابة ان الكتاب يكون ده السين بتاعه في الشكل النهائي. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. لو عندكم اي اسئله سيبوها لي في الكومنت سيكشن تحت، وتابعوا بقيه السلسله علشان نشوف ازاي هنثبت ده بقى في الهارد كفر الجزء الثاني ونكمل شكل الكتاب بتاعنا. يلا بينا، اشوفكم الفيديو اللي جاي. باي باي.